السلام عليكم. أكيد كلكم شفتوا برنامج إفطار ونغير على قناة الام بي سي 1 الذي كانت فيه ضيفة الشرف وهي لا شرف لها، كاتبة جزائرية تتقن ثقافة الكذب والتزوير والسرقة. هذه الكاتبة شرات التكشيطة ديالها أو القفطان من واحد صفحة مغربية مقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكما كتشوفوا هذا هو الحساب ديال السيدة اللي عندها هذا المحل لبيع كل القفاطين والتكاشط المغربية. وبعد ما تكلفت واحد الأخت واتصلت بها، أكدت لنا بأن هذيك التكشيطة أو القفطان مشري من المحل ديالها. وكما كتشوفوا على حسابها عاودت نشرت نفس اللباس وكتبت عليه تكشيطة مغربية من تصميم وشغل مغربي 100%. فعندما نقول بأن الشعب الجزائري ثقافته هي ثقافة الكذب والسرقة والتزوير والتدليس، احنا ماشي قلنا هذا الكلام من فراغ، والدليل هو قدامكم. هذه الكاتبة الغير المحترمة المفروض أنها تقدم ثقافة بلادها وتاريخ بلادها وتراث بلادها، لكن ما فعلته هو فقط السرقة والكذب والتزوير والتدليس، وهذا بتواطؤ مع مقدم البرنامج ومعدي البرنامج للأسف الشديد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.